السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايوه، زي ما انت شايفه كده هنعمل بطاطس شيبسي. هنعمل شيبسي هنحطه في الخلاط. ايوه طبعا هنحطه في الخلاط، مش بكدب عليكم، هنعمله فعلا في الخلاط. تمام. جبت بطاطستين وهقشرهم كويس جدا بالسكينه، بقى بالمقشره براحتك انت. المهم هتنضفيهم، وهتجيبي يا ستي بصلايه هتقشريها برضو مع البطاطستين دول. تمام، بصلايه كده صغيره، ما تكونش كبيره قوي. ايه ده؟ هنعمل شيبسي ازاي؟ فخلاص هقولك دلوقتي وهوريك النتيجة في الاخر ايه اللي طلعت. انا شفت الوصفة دي جت قدامي كده بالصدفة، فحبيت اجربها واعملها معاكم. ما كنتش متخيلة ان هي تطلع بالنتيجة دي، بجد ما كنتش متخيلة. خليكم في الاخر عشان نشوف هتطلع ازاي. لقيتها قدامي، بس البيج دي كانت اجنبيه، جايبه فيو عالي جدا 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 على الوصفه دي. فانا حبيت ان انا اعملها معاكم ونشوف الطريقه ماشيه ازاي. البطاطس قطعتها كده صغير جدا عشان لما اسلقها في الميه تستوي بسرعه وما تاخدش وقت معايا على النار. تمام زي ما انت شايفه كده. اه يا بنات، بالنسبة الدور اللي عادد اليومين دول، ده اللي معدي اليومين دول اللي هو الانفلونزا الجديد، ومنتشر بالذات في المدارس مع ما بين الطلاب والكلام من ده. طبعا هنرجع نحافظ تاني بقى، والكمامات وال... والتعقيم والتطهير والكلام ده كله، علشان نحافظ على اولادنا وربنا يحفظهم ويحصلهمش اي حاجة من المنتشرة. تمام. وطبعا كل واحد ليه ازازته زي زمان، زي فترة الكورونا. والسندوتشات في الكيس بقى وفي اللانش بوكس براحتك انتي. اهم حاجة ان الاطفال ما تختلطش جامد ببعض، ويبقى التباعد ما بينهم كويس. ولازم تحذري طفلك او بنتك وتفهميهم الحاجات دي كويس جدا. منتشر بطريقة فظيعة اليومين دول، حتى الاخبار كتير قوي بتتكلم عليها. ربنا يحفظ اولادنا جميعا يا رب. المهم حطيتها كده في ميه عشان تستلق، ميه سخنه. اتسلقت على طول، ما خدتش وقت، عشان كانت متقطعه تقطيع صغير، ما قطعتهاش تقطيع كبير عشان ما تغيبش معايا على النار. تمام، هصفيها بقى كده واحطها على جنب، واجهز الكيتشن ماشين بتاعي عشان نضربها فيه. هتتضرب كده من غير ميه او اي حاجه، هتتضرب عادي، علشان هي بقت طريه جدا، فهتتضرب. وميه البصل اللي هتنزل عليها دي هتستكفي ليها قوي، هتبقى كويسه جدا وهتتضرب. ممكن تحط لها يعني بمقدار 50 ملي ميه، يعني ربع كوبايه، مقدار كده ربع كوبايه. تمام، لو عايزه تحط، لو ما اتضربتش معاك يعني. بصي اتضربت معايا لحد ما بقت بالسمك ده، والخليط بقى بالسماكه دي. كان اخف شويه بسيطه من خليط الكيك كده، زي ما انت شايفه ايه قدامك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حطيت بقى معلقه كبيره كده من البيكنج باودر، ورشه من توم البودر، علشان ما رضيتش احط توم صحيح. والمنكهات بقى اللي عندي بصل باودر، توم باودر، بس انا حطيت توم باودر بس، لان انا استكفيت بالبصل اللي انا خلطته في الخلاط. وحطيت نص كوبايه بالظبط من النشا. تمام، زي ما انت شايفه كده اهو. هجيب بقى صاجة عندي، هفرد عليها ورق الزبدة. عايزة تمسحيها بمسحة زيت قبل ما تحطي ورق الزبدة براحتك انتي. وبعد كده هعبيه في كيس تلاجة او في كيس حلواني براحتك الموجود عندك. وهبدأ انزل يعني اكنها ايه، بقطع كده صغيرة كده متباعدة، علشان ما يلزقوش في بعض وتطلع معايا زي ما هتشوفوا دلوقتي. ما علينا. المهم حطيت بقى طبقة تانية زي ما انا شفت بالظبط، طبقت بالظبط من غير ولا زيادة ولا نقصان. هتجيبي بقى طبق او كوباية، المهم ما تكونش فيها اي، جبت يعني انا طبق ما يكونش فيه اي تجعيدة من تحت، اللي هو شكل او اي حاجة، اللي هو مدور تدوير مظبوط، علشان الشيبساية يعني ما تطلعش فيها اي حاجة او تلزق او كده. القعر بتاعه يعني يكون كده. وهوب هوب بقى ايه، هنشوف النتيجة، ويلا نشوف ايه اللي حصل وايه اللي طلع معانا. ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده بجد. ايه ده؟ دي الشيبسي؟ دي البطاطس المقرمشة؟ اه، لا ده ولا بطاطس مقرمشة ولا شيبسي، ده بقى مفرش. بقى مفرش مرسوم عليه دوريات، تفرشيه على ترابيزة بقى عندك.
تجيبي قلم رصاص وتحددي كده على الدواير دي وتقصقصيها تعمليها زينه. فين البطاطس؟ انا بجد بقول لكم فين البطاطس، فين الشيبسي؟ هو ولا في ملامح للبطاطس اللي انا حطيتها ولا في ملامح للشيبسي؟ انا بفتح كده مش لاقيه حاجه، لاقيه ورق في النص، ورق نفس المقادير ونفس الخطوات بالظبط تمتها. هو ده المنظر اللي طلع. بس اللي عايزه اقول لكم عليه ما تتخدعوش بالمظاهر، مش كل الوصفات اللي بنجري ونشوفها وبنعملها بنلاقيها زيها بالظبط. والسلام عليكم.